القضيه شبكات انهيارات في البنوك والبورصات العالميه. انا لست بخبير اقتصادي، ولكن هذا الشيء اللي واقع في العالم يستدعي مني ومنك نكونوا عارفين اش واقع في العالم. وانا ماشي كنفهم في كل شيء، ولكن كنبحث في كل شيء. ما عليناش دابا ملي ولينا كنهضروا على البنوك وعلى البورصه، دابا راه ولينا كنهضروا على البنوك تتسد، يعني كتسد كتطرق كتهبط الريدو. وملي دابا كنهضروا على البورصه راه ما كطيحش بواحد في المية ولا 2%، دابا راه ولينا كنهضروا على 60% على 80%، وهذا الشيء هذا ما كانش شحال هادي. وهذا الانخفاض ديال هذه النسبه الكبيره هي اللي كتؤدي للافلاس. ودابا دير الصمته وكابطي معايا باش تفهم. شي وحدين ضحكوني قال لك وحنا اصلا ما عندنا تاليال، باش غيفيدنا هذا الشيء هذا؟ واش شريف واخا ما يكون عندك تاليال خاصك تكون فاهم اش واقع، حيتاش هذا الشيء ديال البنوك والبورصه عنده علاقه مباشره مع الاسعار. واخا ما يكون عندك تاليال راك داخل في هذه المعمعه، حيتاش هذيك البيضه اللي كتشري انت بدرهم الا كانت الازمه العالميه راك غتولي تشريها بجوج دراهم. وهذه غا معلومه دخلها لراسك باش ما تمشيش غلط. ماشي الصباح تلقى البيضه بجوج دراهم وتقول ها اش هادشي هذا. خاصك تكون داير الاحتياطات ديالك وفاهم الاقتصاد فين غادي، ماشي تشد الماندا وتبقى عاطيها الزهو النشاط وملي يجي غلاء الاسعار وتقول الماندا كذا. لا، راه العالم هادشي اللي باغي، خاصك تحضي راسك. المهم ندخلوا في الموضوع ديالنا. شنو قلت لكم في الفيديو اللي فات؟ قلت لكم وطرحت عليكم واحد السؤال، قلت لكم واش هذاك المشكل ديال البنوك في امريكا واش غينتقل للعالم ولا لا؟ قلنا هادشي هذا. ايوا سيدي راه وصل لاوروبا، قال لك ما قدو فيل زادوه فيلا. دابا نرجعوا شويه للتاريخ. 2008 كانت بحال هاد الازمه هذه اقتصاديه عالميه، وبدات من امريكان وانتقلت للعالم، وبدات من قطاع البنوك. بحال هاد الشيء كيوقع دابا نفس السيناريو، غير هاد المره هذه السيناريو او الازمه زايده نغزه. علاش؟ حيتاش كل ما كيكون واحد التقدم في التكنولوجيا وكتولي الفلوس كثيره كيكونوا الاضرار حتى هما كثار. والعدوى دابا انتقلت من ميريكان للبنك السويسري كريدي سويس. هذا البنك هذا ثاني اكبر بنك في سويسرا، راه كنهضروا على سويسرا، الفلوس العالم مجموعه تما. هذا البنك هذا راس مالو كبير وداخلين فيه شركات بزاف، العرام ديال الشركات، وبالخصوص الناس المستثمرين اللي داخلين فيه السواعده والقطريين. هذا البنك هذا خدام فيه 50,000 موظف، 50,000 موظف اللي خدام في هذا البنك. راه ملي مشيت نبحث على المعلومه العقل ديالي حبس. وهذا البنك هذا قديم في سويسرا من 1830 لدابا هو خدام. دابا مزيان عرفنا شويه المعلومات على هذا البنك، دابا غندخلوا في المسقي وزيدوا كابطيو معايا. هذا البنك السويسري من بعد الازمه ديال البنوك ديال الميريكان غد ليه الصباح الاسهم ديالو ناقصين 30%. انه الكيرف او المنحنى بات داونورد سلوبينج، يعني لاول مره في التاريخ هذا البنك السويسري غيطيح بحال هاد الطيحه هادي. وهاد الطيحه ديال هذا البنك السويسري ركب الرعب والخلعه في البنوك الاوروبيه. هذا البنك السويسري وقع عليه نفس البلان اللي طاحوا فيه البنوك الامريكيه، حتى هو المستثمرين ديالو جبدوا فلوسهم، جبدوا ايقاريدن ديالهم. دابا هنايا غتسولوني غتقولوا لي واخا طريق هاد خوتنا اللي كيجبدوا فلوسهم بالملايير فين كيديو هاد الفلوس؟ انا غنجي ونجاوبك ونقول لك كيشريو بها الاسهم ديال الذهب. ها انت اسمع، اقبال استثماري عنيف على الذهب وارتفاعات اقوى منتظره، كريدي سويس كارثه عالميه. المستثمرين كاملين مشاو كيشريو في الذهب. زيد قرا معايا. انطلق سعر الذهب بالسرعه القصوى محققا اعلى مستوياته في شهر ونصف. شهر ونص طلع صاروخ مع تصاعد ازمه المصاريف العالميه. كل ما كيكونوا الازمات في البنوك العالميه كل ما الذهب كيطلع الثمن ديالو، حيتاش دوك المستثمرين كيهزوا فلوسهم من البنوك وكيشريو بها الذهب. دابا مزيان فهمنا، دابا خاصنا نعرفوا شكون هاد المستثمرين اللي كيجبدوا ايقاريدن ديالهم من البنك السويسري اللي واقع له دابا هو المشكل. هما السواعده، بنك الاهلي السعودي
هو اللي جبد اقاريض ديالو من سويسرا وخلاهم على الدص. شوفوا معايا هنايا هاد السقوط الحر ديال هاد المبيان ديال هاد البنكه، شوف فين كان في نهار طاح 30% في نهار 24 ساعه. السواعده خداو فلوسهم وقالوا لهم حبيبي خدينا فلوسنا والله ما قصرتوا معانا، مع السلامه، اذا بدكم تبيعوا نشتري والله ما نلقى بحالكم. واش دابا فهمتوا كيفاش هاد الابناك هادو كيجيو من الافلاس؟ حيت جميع الابناك في العالم خدامين وعايشين غير بفلوس المستثمرين. وهاد البنكه السويسريه ملي طاحوا الاسهم ديالها مشات كتزاوق وكترغب في السواعده، وعطاونا شي 10%. الله يرحم الوالدين، عطاونا الفلوس، حطوا لينا فلوسنا 10%. قالوا لهم السواعده لا ما بدنا نكمل معاكم، ما بدنا نكمل يا حبيبي معاكم. المهم نكملوا ما عليناش. ملي طاحوا الاسهم ديال كريدي سويس خرج الرئيس ديالهم اكسل ليمان وكيقول سنزدهر مرة أخرى، لذلك ليس لدينا أي مناقشات حول الاستحواذ على البنك، نريد أن نبقى مستقلين. فهمتوا شنو قال هنا؟ قال راحنا غنرجعوا كما كنا، زعما راه غيعاودوا يطلعوا الأسهم ديال البنك، وحنايا راه ما كنتناقشوش وما غنتناقشوش في البيع ديال البنك حيتاش حنا ما غنديروش الإفلاس. والبارح شفت واحد اللقاء صحفي داروا مع واحد الصحفيه وسولاتو واش ما غتحتاجوش مساعده من الدوله السويسريه باش ترجعوا كي كنتو. راه هادشي علاش نقول لكم انا راه ما كنفهمش كلشي، ولكن كنمشي نتفرج وكنضيع الوقت وكنبحث على المعلومه وكنجي نعاودها لك بالدارجه. واش فهمتي؟ المهم نكملوا. المهم هاد اكسل ليمان جاوب الصحفيه وشنو قال لها؟ قال لها حنايا عندنا بنك منظم وعندنا ميزانيه قويه وحنا ماشي بحال البنوك الامريكيه. زاد قال لها في الحوار انه البنوك الامريكيه كدير نشاط تجاري واحد، يعني البنوك الامريكيه كتستثمر في حاجه وحده، يا في العقار يا في النفط يا في الذهب، كيديروا حاجه وحده. قال لي اما البنكه ديالنا عندها بزاف ديال الاستثمارات في جميع المجالات، يعني نقدروا نرجعوا فلوسنا دغيا، يعني حنا ما غنديروش الافلاس بحال الامريكان. اش بان لكم الخوت في هذه الهضره اللي قال هذا الرئيس ديال كريدي سويس؟ انا كيبان ليا غير كيخربق وكيبغي يغمق بالهضره على هذوك المستثمرين اللي مازالين معاه في البنكه ومازال ما جبدوش اقاريض ديالهم، تيدوخ عليهم كيدير لهم تدواخت، وكيبقى يهضر بكل اريحيه وبكل ثقه في النفس باش يبين لهذوك المستثمرين اللي مازالين معاه في البنك انه قادر يكمل. هو راه عارف الدقه جايه. تخيلوا معايا واه بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه خرج وكيقول لبنادم راه كلشي غيدير رزقو ما تخافوش، ومع ذلك بنادم ما سمعش الهضره ديالو ومشى جبد الفلوس من البنكه، حيتاش بنادم ما بقاش كيتيق في الدوله الراسماليه، حيتاش عارف الدوله ديالو داخله في الحروب وداخله في ازمات اقتصاديه. المهم بنادم ما تاقش. دابا هنايا غيجي واحد السؤال، علاش اوروبا وامريكا دغيا كتجيهم الازمه؟ هذا سؤال مهم، حيتاش هاد الدول هادو بحال امريكان واوروبا عايشين غير بفلوس عباد الله. قال لك المكسي بديال الناس عريان. شفتوا الفلوس ديال الخليجيين كامله محطوطه في البنوك ديال سويسرا وفي ديال الميريكان، راه الفلوس الغاز والبترول محطوطه في الابناك ديالهم. وكما قلت لكم في فيديو سابق انه ميريكان ملي كتشري البترول الفلوس ديال الخلاص كتخليهم عندها في الابناك ديالها، حيتاش هي كتخلص بالدولار، والابناك ديال الميريكان كيشدوا ديك الدولار وكيخليهم عندهم، كيقول لهم السعوديه صافي هما فلوسكم عندي في البنك. ومساله مهمه غنختم بها هذا الفيديو هذا ومهمه بزاف، هو انه السعوديه تحالفات مع ايران، وايران هي العدو ديال الميريكان. وشكون اللي دار الوساطه ما بين ايران والسعوديه؟ الصين. ودابا السعوديه ولات كتجبد فلوسها من البنوك الامريكيه ومن البنوك السويسريه. راه هذا الشيء هذا هو اللي غيدير الازمه العالميه. ودابا هنايا غنختم بواحد جوج ديال الاسئله وكنتمنى تجاوبوني عليها. واش كيبان لكم هاد الازمه ديال البنوك غتزيد تسرح في اوروبا وتمشي عند خونا ماكرون، وإلا وصلات هاد الازمه للبنوك ديال فرنسا غتزيد تشبك؟ والسؤال الثاني، واش كيبان لكم انه هاد الازمه الاقتصاديه تقدر تكون سبب في اندلاع حرب عالميه ثالثه؟ ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. راني كنحاول انني نساير الاحداث ديال تركيا ديال الميريكان ديال فرنسا ديال كذا باش نوصل لكم كل جديد. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.